الأول الخريطة. استخدم الإنسان الخريطة منذ القدم لتحديد المواقع المختلفة من حوله. فهل تعرف ما المقصود بالخريطة؟ إيه هي الخريطة؟ الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والألوان ومقياس رسم محدد، وتتضمن الخريطة عدة عناصر يمكن ملاحظتها على الخريطة التالية. أول حاجة مفتاح الخريطة، خطوط الطول، خطوط دوائر العرض، مقياس الرسم، وردة البوصلة، عنوان الخريطة. عنوان الخريطة بيديني ايه المعلومات الواردة على الخريطة، فمن خلال عنوان الخريطة نستنتج انها توضح موقع بعض المدن المصرية. تمام. وردة البوصلة اللي هي دي كده، وردة البوصلة بتوضح الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية، وهي تساعدنا في تحديد موقع معين على الخريطة بالنسبة للمواقع الأخرى. مقياس الرسم، النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. فمثلا في الخريطة دي اللي هي نمرة 1 دي، نلاحظ أن السنتيمتر الواحد يمثل 100 كيلو متر على الطبيعة، وهذا يعني أنه إذا كانت المسافة بين القاهرة وأسيوط على الخريطة تساوي 4 سم تقريبا، فإنها تساوي 400 كيلو متر في الطبيعة. تمام. فهمنا يعني إيه مقياس رسم؟ مقياس الرسم كل سنتي في الخريطة بيقابل قد إيه في الكيلو متر في الطبيعة. طيب مفتاح الخريطة ده مدلول ومعنى الألوان والرموز الموجودة على الخريطة. مدلول ومعنى الألوان والرموز الموجودة على سبيل المثال يشير المفتاح رقم 1 إلى الخط الأزرق يمثل نهر النيل، والدائرة الحمراء تشير إلى عاصمة مصر القاهرة. هنا الخط اللي لونه أزرق ده بيمثل الخط اللي هو النيل، واللون الأحمر ده بيمثل إيه مدينة القاهرة اللي هي عاصمة مصر. تمام. دي ايه المدلولات بتاع الخطوط الايه اللي هو ايه بنقول لي ايه عليه ايه المفتاح الخريطة. والدوائر السوداء الصغيرة تشير الى المدن المصرية، ويشير اللون الازرق الى البحر. اللون الازرق ده بيشير للبحر، البحر الاحمر، وهنا البحر المتوسط. والالوان اللي هي السوداء دي بتمثل المدن المصرية: اسيوط، الاقصر، اسوان، المحلة الكبرى، بورسعيد. تمام. طيب احنا بقى اهمية الخريطة في حياتنا. بيستخدم كثير من الاشخاص الخرائط للاتعرف في الاماكن المختلفه وموقعها. بنعرف الاماكن المختلفه وموقعها، فعلى سبيل المثال يستخدمها الفلاح في تحديد ملكيه الارض الزراعيه. لو واحد عنده فدان عايز يعرف الفدان ده فين وحدوده ايه وجيرانه مين، ويستخدمها الجيش في تحديد المواقع الحربيه. هنروح مثلا هنهاجم موقع معين، بنحدد الموقع ده ونحدده على الخريطه، ونعرف الناس اللي هتهاجم الموقع ده فين الموقع اللي احنا هنروح نهاجمه ده. كل واحد بيبقى معاه خريطه عارف الموقع ده. يستخدمها السائح للوصول الى الاماكن السياحيه والاثريه. برضو لو واحد سايح جاي من بره عايز يعرف فين خان الخليلي، فين الحسين، فين مصر القديمه، فين شرم الشيخ، لازم يعرف فين الاماكن دي في مصر. واستخدمها الطيار وقبطان السفينه لتحديد المواقع. واحد طيار عاوز يسافر من القاهره لطوكيو، وعايز يسافر من القاهره لنيويورك، لازم يبقى معاه خريطه يعرف رايح فين وجاي منين. تمام. لنستكشف مثلا استخدم ما تعلمته في الدرس: تصميم خريطة بسيطة للمنطقة اللي تعيش فيها، ممرات تتضمن 3 عناصر على الأقل من عناصر الخريطة، ثم شاركها مع زميلك. ارسم بقى خريطة لبلدك، المدينة بتاعتك، وحط عليها بقى ده فين مكان المستشفى، فين مكان ايه، فين مكان ودي برضو تستعين بخرائط جوجل هتساعد لك الكلام ده كويس. طيب الصور. بنتعمق في الفهم. الصور بالإضافة للخرائط يمكنها استخدام الصور لتحديد موقع الأماكن، ويوجد نوعين من الصور هما الصور الجوية، وهي التي يتم التقاطها من مكان مرتفع من الجو باستخدام الطائرات. ونظرا لأن التصوير الجوي يعطينا صورة حقيقية لسطح الأرض وعليها، فهو يساعد في رسم خرائط أكثر تفصيلا ودقة. في صورة جوية. الصورة الفضائية صورة الأقمار الصناعية، وهي التي يتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية، وهي تظهر سطح الأرض من أعلى. ولأن الأقمار الصناعية تتميز بقدرتها على الدوران حول الأرض، فهي تستطيع التقاء عدد أكبر من المواقع أكثر من الصور الجوية. عايزين نقارن ما بين الصور الجوية والصور الفضائية. تمام. ارسم وردة البوصلة ولونها مع مراعاة مراعاة كتابة الأسماء الاتجاهات. تمام.